سلامات للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة، وتحياتي لكم جميعا. رح نتكلم في هذا الفيديو عما حصل في مدينة سعوان في العاصمة اليمنية صنعاء. شهدت منطقة البدروم في مدينة سعوان جريمة قتل بشعة ارتكبت بحق عائلة الجندابي، صاحب ورشة مجرم قام باقتحام منزل لعائلة الجندابي، ثم قام بقتل طفلين أعمارهم 5 و7 سنوات، وهم أولاد مالك مهدي الجندابي، ثم قام بقتل جدتهم البالغة من العمر 85 سنة، وهي زوجة يوسف محمد الجندابي. جارهم سمع الصراخ، اتصل بالشرطة. الشرطة اليمنية حضرت إلى موقع الجريمة وألقت القبض على القاتل صاحب الورشة، وباشرت التحقيقات لمعرفة أسباب ودوافع هذه الجريمة البشعة. حسب المصادر المحلية فإن الدوافع هي السرقة. هناك روايتين مختلفتين حول كيفية مقتل الطفلين وجدتهم. الرواية الأولى تقول بأن القاتل قام بذبحهم. الرواية الثانية تقول بأن القاتل قام بقتل الجدة وأحفادها الاثنين ضربا بالمطرقة على رؤوسهم حتى الموت. ما زالت التحقيقات جارية حول هذه الجريمة البشعة اللي شكلت حالة من الصدمة في الشارع اليمني، وخاصة في محافظة صنعاء. وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هناك حالة من الحزن وحالة من الصدمة على مقتل عائلة الجندابي بهذه الطريقة البشعة، والمطالبة بسرعة محاسبة القاتل والقصاص والإعدام له. رحم الله الطفلين وجدتهم، وربنا ياخذ حقهم من المجرم القاتل. وصلنا أعزائي إلى نهاية الفيديو. اللي ما اشترك في القناة يشترك وفعل جرس التنبيهات لكم الأخبار والإشعارات أولا بأول. وما تنسوا تتابعونا عبر الحساب الرسمي على منصة إكس تويتر سابقا، رح يظهر أمامكم على الشاشة الآن. هلأ سلامات أحلى متابعين.